السلام عليكم ومرحبا بكم احبائنا المتابعين في كل مكان، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. ان شاء الله نلقاكم بما لباس وفي افضل الاحوال. طبق اليوم باذن الله راح يكون نوع من المقبلات. راح نديروا عجيجات بالبطاطا خفاف وما يتشبعوش. خليكم معايا باش تشوفوا طريقتي في التحضير وسر نجاح هذه الوصفه. بالنسبه للمكونات راح نحتاجوا بطبيعه الحال الى بطاطا مفرومه اللي كنا طيبناها بشويه ملح، كميه من اللحم المفروم، معدنوس مقطع في رقيق، بصل اللي كنا قليناه في شويه مارغرين ولا سمن حتى يتكرمل، البيض، ملح، فلفل كحل، عكري حار باش يعطي البنه للعجيجات، كذلك جبن مبشور، بلا ما ننساو الفارينه والزيت باش نقليها. نبداو على بركه الله. بالنسبه للبطاطا ننصحكم تفوروها، راح يكون افضل هكذا باش ما تلقلكمش الماء. بالنسبه للتوابل راح نضيفوا غير كميه قليله من الملح مادام احنا فورناها بالملح، فلفل كحل، العكري، معدنوس، البصل، اللحم مفروم، الجبن. اذا ما كانش متوفر جبن مبشور تقدروا تستعملوا جبن مكعبات. بالنسبه للبيض انا راح نستعمل غير الصفار، والبياض نحتفظوا به للقليان. تقدروا تستعملوا زوج ولا 3 على حسب كميه البطاطا اللي عندكم. بعد ما حطينا جميع المكونات نخلطوا البطاطا تاعنا ونحاولوا ندخلوا المكونات فيها. بعد ما دخلوا كامل المكونات في البطاطا نتحصلوا على خليط متجانس ماشي جاري بهذا القوام، ما لازمش يكون جاري، هذه نصيحة. حاولوا ديروا البيض تاعكم بالحبة هكذا باش تتحكموا في القوام ونقدروا نشكلوا العجيجات ديالنا بهذه الطريقة. كويرات صغار نسطحوهم بهذا الشكل، جوزهم في الفرينة ونحطوهم على جهة. بعد ما كملنا كاع العجيجات ورمدناهم ليه بالفرينة راح نجوزو نقليوهم في زيت اللي كنا سخناها من قبل على نار متوسطة. وقبل ما نقليوهم راح نجوزوهم في بياض البيض اللي كنا ضربناه مليح، وهذا هو السر اللي يخليهم ما يتشربوش الزيت كي نقليوهم، يجيو خفاف وما يقهموش. كي نشوفوهم طابوا وتحمروا مليح نحيوهم الزيت ونحطوهم فوق بابي ابسوربون. وفي الاخير هامليك العجيجات تاعنا واجدين. تقدروا تقدموهم كمقبلات، كما تقدروا ترافقوهم بفلفل وسلطه كوجبه خفيفه. جربوهم واني متاكده بلي راح يعجبوكم. اكتبوا لي في التعليقات وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك. ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه، الى ان نلتقي، سلام.